السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين. اليوم انا جاي ايفنت بروح هنا. هذا براء. طاهر. هذا براء ان جابان. المهم اليوم طالع مع براء، رايحين جايين هذا الايفنت انا مسوي مفاجأة. براء ما يعرف عنه ولا اي حاجة، بس حيكون ايفنت مرة رهيب وبس متحمسين. هذا الشخص يقول لي مفاجأة، لو ما طلعت مفاجأة حلوة يا ولد، بس يقول لي مفاجأة رهيبة. بس هذا سلام خاص لمتابعين طاهر، ادعموا الرجال، هذا محتوى رهيب صراحة. شكرا طاهر على التعب اللي قاعد تقدمه والاشياء الجميله اللي قاعد تقدمها في اليوتيوب. قبل ما نروح وتورينا المفاجاه لازم نقول كلمه حق قدام متابعينا حبيبي. يلا كذا نتجهز، نلملم اغراضنا ونمشي. ما شاء الله براء حط الكاميرا، جهز، سلم على متابعينه، ويلا دحين بنمشي على المكان اللي جواه. هو جوا هنا بس، يلا نوريكم واحده واحده. وصح انا ما قلت لكم احنا موجودين فين. احنا موجودين في يوكوهاما عند برج او عماره لاند مارك. برج لاند مارك هذاك اللي موجود هناك الكبير اللي ورا. في ايفنت هنا موجود في هذه المنطقه، فخلونا ندور عشان نعرف اول شيء ايش الايفنت، ومن هناك يعني نمشي. فحنروح اول مكان اللي هو ارهب مكان، فاللي هو داخل البرج هذا، وبعدين المناطق اللي حولها زي هذا السوق اللي ورايا هنا، او اللي هنا بالضبط قدامي، في كمان حاجه من الايفنت. فيلا خلونا نلفلف. وبراء مشغول هناك جالس يصور، فزي اليوتيوبر كذا، عندنا كل واحد ماسك كاميرا جالس يكلم الكاميرا. فيلا خلينا نروح نلف المكان. دوبنا وصلنا اول مكان، واول مكان مره رهيب. دحين احنا جوا البرج اللي قلت لكم عليه اللي هو لاند مارك. فهذا هو الشيء اللي وصلنا عنده. دحين هذا اللي هو ايفنت للعمالقه، وحاطين راس العملاق وجنبه ليفاي واللي هو ايرين. بس مره كبير يعني، شوف الاولاد الصغار قديش، الراس قديش كبير. هذا أول مكان جايينه. العملاق مرة شكله رهيب، تفاصيل اللي هو المجسمات مرة شكلها رهيب يعني. الليفاي كده كل التفاصيل مضبوطة زي كأنه انيميشن قدام. بس يعني ممكن الفرق الوحيد اللي شويتين ألوانهم باهتة يعني، ممكن عشانهم بس مجسم يعني، وهم انيميشن أو في الأنمي يعني. بس مرة شكلهم رهيب يعني، بالذات يعني الأحجام. هذا مسوينه قصير، هذا مسوينه طويل يعني، عشان ليفاي قصير يعني، وهذا واللي هو يعني ايرين اطول منه بشويه في الجزء الاول، او تقريبا في الفترات الاولى من المسلسل لما كانوا لسه صغار. فبس يعني نظام الايفنت انه الواحد يجمع ستامبات او ستامب رالي يعني. فدحين تروح عند كل مجسم، في مجسمات كثيره منتشره في يوكوهاما هنا، فتروح عند كل مجسم تاخذ منهم ستامب. فخلينا نروح ناخذ الورقه او ناخذ الشيء اللي يحط عليه الستامب. فمن ورا في زي الطاوله يوزعوا حاجات، خلينا نروح نشوف ايش في عندهم هناك. こちらで今この画面でやってたと思うんですけど、これからまたさっきと同じようにカメラでQR コード同じようなものがあるんですけど、読み取っていただくと一個一個これ絵柄が出てきてスタンプがたまるっていう感じでございます。今のこの絵柄ですか？はい、今黒くなってるんですけど、それが本物の絵柄になって、そうですね。はい。でマップっていうところを見ていただくと、どこにそのスタンプのこの QR コード読み取る場所があるのかっていうのが分かるので、確認してみてください。はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。وبس قبل شوي كانوا يشرحون لنا طريقة المشاركة في الإيفنت. تجيب الجوال تقرأ الباركود، وبعدين يعني تروح لأماكن وتقرأ الباركود ويطلع لك ستامبات. كل ستامب تاخذ يجمع لك شخصيات الأنيميشن، 6 شخصيات اللي موجودة. حوريكم هي، حط لكم هي موجودة هنا عشان تشوفوها كيف لما تصير كاملة أو هي ناقصة. حوريكم كيف شكلها. فبس يعني عن طريق كده اللي هو صفحة متصفح، وبس يعني تجمعها. حركة رهيبة، ويعني تختصر وفر أوراق يعني، وبس. والناس يعني تقدر تلفلف. قدامي في حاجة رهيبة هنا أوريكم إياها. هذا العملاق شكله مرة خرافي يا أخي. المكان مو طبيعي يعني، شوف كيف مرة كبير. أنا مرة صغير يعني، أشوف كيف بس لما بعد يدي أشوف قديش حجمه. هذا
عملاق، وبس عشان تشوفوا حجمه كيف بوريكم وانا اعدي من جنبه. شوف قديش انا يا دوب رجله هذه مره بالنسبه لي عملاقه، انا ولا نص رجله مره كبيره، بس مره يعني شكله مره رهيب خرافي كذا، ما ادري كيف اوصف لكم، مره شكله رهيب مع انه زي كانه منطاد او بالونه كذا منفوخه، بس مره شكله خرافي. خلاص دوبنا وصلنا عند اول ستامب اللي هو ايرن، فانا دوبي حصلته. هذا ايرن، بعدين في شخصيات هنا باقيه زي كذا. خليني اوريهم سحر، بوريهم سحر. هذا ايرن، ساخذه من الجوال سوي بوم، شوف ايرن. يا سلام، طلع من دون ايديتنج كذا. ما في افتر افكت، تعبان انا ما في اسوي. الله طلع ايرن. هذا ايرن، اللي ما يعرفه هذا ايرن. سلم على ايرن، ايرن سلم عليكم. يلا نبهر براء شويه، براء أيوة. جاي اليابان يعني ما له قبل فتره، فبوريه حاجه تضحك يعني. اول مره اشوفها صراحه. طاهر متى بنصبغ شعورنا لون بينكي وكذا زي حقنا الانمي؟ الله يعطيك العافيه، شكرا. انا في البلد سنين وسنين. شفت واحده هنا، شفت واحده قاعده تصبغ بينكي والله في الصالون هذا. هذه الحاجه اللي كنت بوريها براء، هذا درج كهربائي بس بلف. هذا المكان الوحيد اللي شفته في اليابان كلها درج كهربائي بلف. اول مره اشوفه في العالم صراحه، ما اعرف. انا كمان اول مره اشوف في العالم. هذا لطيف. المكان الوحيد اللي شفته، وبس لما اجي اجيب اي احد يوكوهاما وقرب من ذا المكان اقول تعال شوف هذا درج كهربائي اللي يلف. وهذا قصير ليش كذا مسكين؟ ما ادري، بس يعني المهم انه هذا مره شيء رهيب. عشان نلاقي الستامب الثاني والله لفلفنا كل مكان، ما في مكان ما رحنا. في دور اللي هو بيتو ضيعنا ضيعان عشان بس نلاقيه. رحنا فوق ونزلنا تحت، ننزل تحت تلاقي مواقف، بعدين فجأة يقول لك اوه تنزل تحت بس لازم من الدرجة اللي هناك بعيد بعدين عشان توصله. اثار الصوم هذا زعلان. والله ضيعونا ضيعان، انا مرة ضعت. خلاص دحين وصلنا، دحين في هذا المكان هو اللي فيه اللي هو الستامب اللي هو ما ادري حق يمين حيكون بالضبط. وخلاص عرفنا الستامب من، بس دوبي نزلت الكاميرا طلع لي فاي الحمد لله، ولا حق المشورة مشورناه. متخبي القزم والله مرة مخبينه في مكان كذا، مشورونا. يلا دحين ناخذ اللي هو الستامب ونروح. اتوقع في النهاية يعطونا زي الجائزة، ممكن يعطونا كيس او شيء زي كذا. حتى في كمان محل يبيعوا فيه اللي هي اشياء للانيميشن نفسه، فانا شكلي حاشتري لي بوستر اذا لقيت بوستر. ان شاء الله اعلقه مع البوسترات حقت الباقيه كلها. اما الان مع فقره السحر اخذنا ليفاي ابرا كدبرا. للاسف طلع ما عندهم بوسترات، فما حقدر اشتري حاجه او ما في حاجه تعجبني اشتريها. في اللي هي بازل او يعني اللي زي الاحجيه زي كذا، فيعني انا ما بضيع وقت اسويها، بس يعني مره شكلها رهيب. افكر ممكن ارجع لهم بعدين اشوف اذا اقدر اشتريها، اشوف اذا اتحمس مره معاها. ودحين خلاص وصلنا عند مول ماركيز، هذا تقريبا قريب من لاند مارك هذا هو. فدحين عشان يعني زي ما قلت لكم من البدايه هم موزعينه، والايفنت هنا موجود ورا هذا بس انتم ما انتم شايفينه، فيعني خلونا نخش ونوريكم اياه. هذا الشيء حيكون اهرب من اللي شفتوه قبل كده. زي ما انتم شايفين المجسم هذا اللي قدامي اللي هو المجسم اللي حق بيت ايرن لما تفجر او اتدمر، يعني اول ما كسر الجدار، هو كان جدار اللي هو نسيت اسم الجدار اللي كسره، فهذا بيتهم هنا. والله المجسم مره شكله فخم، وهناك حاطين اللي هو البيوت اللي حولها اللي بينقز عليها اللي هم التشوسا هيلن اللي هم حقينك
مش انا جالس اشرح لكم هذا المكان. هذا بيت ايرن لما تحطم بعد يعني ما تدرب وخلاص صار يعني في التوسع هيدا فزي كذا. فدحين هو راجع هنا موجود ايرن صغير راجع للبيت حقهم يشوف فزي كذا عشان يشوف اللي هو الغرفة اللي تحت ايش فيها او ايش مخبي له على اساس يعني ايام ما كان في بداية الانمي. وبس المجسم اللي هناك مرة رهيب كذا كلهم حاطينهم وممثلين الاحداث اللي صارت في الانمي ومرة كان شيء خرافي يعني. فكل حدث او كل بيت عليه حدث معين ومسوينها كذا. حتى الحدث لما اتجمعوا الثلاثة لو بيرتورتو راينر والهاني وقتلوا هذاك موجود برضه. بس يعني مرة هي أحداث رهيبة يعني ذكرك كيف صارت في الانيميشن وكذا في المجسم كمان. خلاص كذا خلصنا لفلفنا كل شيء دحين جايين ناكل جايين شكشاك بس يعني. واخيرا حنفطر اخيرا. كل شيء قابلنا يابانيين تحفة برا صورهم بعدين نحط لكم المقطع. والله جوي. يتكلم يسألنا أسئلة بعدين في النهاية قال لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب ومع السلامة وقال alright ومشي. هذا اللي ختم لنا الفيديو. بس والله بس كان يوم جميل. شكرا طاهر. والله مجوعنا طاهر لانه ما شاء الله تبارك الله يصور براحته. يجلس قدام المجسم حقت هجوم العمالقه 36 دقيقه و40 ثانيه كذا يصور براحته. انا هضبط صورتين مع السلامه. واحد جوعان في رمضان مو فاضي. بس يعني الحاجات اللي صورناها كل المجسمات اللي موجوده. صورنا المجسم حق العملاق الكبير واللي معاه ليفاي وايرن والمجسم حق اللي هو شينجيكي نو كيوجين العملاق المهاجم. وبعدين في اللي هو المجسمات اللي فيها البيوت وزي كذا. بعدين في حاجة ثانية بس ما حنقدر نروحها اليوم عشان الوقت ما يضيق. في صفحات من المانجا موجودة وأتوقع حتكون حرق فيعني حتى لو رحنا هناك ما ححطها في اليوتيوب خسارة. والدخول كمان ب2000 هذه أعذار يعني من الجنب. المهم بس حروحها مرة ثانية عشان اللي بيشوفها الحرق وهذه حاجات اللي بيشوف يعني مو كلها حرق يعني مش نهاية المانجا حاجات من نص المانجا. في كده حاجات كاتبها اللي هو الرسام أو نفس المانجا أو الكتابات اللي كتبها الرسام نفسه إيسياما سينسي أتوقع ماني متأكد اسمه. فبس يعني المكان مرة خطير وإذا في حجة وموجود في اليابان يروحوا. وبرا مرة جيعان ودايخ وأنا مرة دايخ حتى عيني صغرت يعني دقوا يلا إن شاء الله قريب قرب دقائق بس اديها دقيقتين وخلاص كده. أنا دوبي وصلت المحطة ودحين أنا بمشي وبرا ياس داخل لي بيمشي كمان هو. وبس والله كان فجروا اللايكات كذا فجروا اللايكات طيروها فوق وسبسكرايب وشغلوا الجرس وادعموا طاهر وتلاقوا حق القناة نهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفلوج اليوم. والله لفلفنا كثير. انا احس اني ما صورت كثير جالس اصور الحاجات اللي عيد الكلمة الأخيرة. احس اني ما صورت كثير بس صورت الحاجات والله ما فطرنا الا بعد الفطور بساعة عشان هو قاعد يصور. بس جاي وبس اغلب الوقت اللي نتكلم فيه ما كنت اصور. كنا جالسين نتكلم مع بعض زي كذا فكنت بصور هذا الشيء كمان. في حاجة بس بقولها بس ترى من كثر ما كنا مشغولين في شيء مرة مهم كنا نبغى نقوله اني ترى انا اعرف هذا الشخص قبل موضوع اليابان قبل هو يجي اليابان قبل ما انا اجي اليابان ترى اعرفه. بس ما نبغى نحرق الكرت هذا خلاص نخليه وقت ثاني بما انه ماشيين وبنلحق الترين وكذا. لا الموضوع انا نسيت الموضوع كمان يدي صارت توجعني ما شيء كمان. انا نسيت الموضوع بس يعني ان شاء الله مره ثانيه نقول لكم احنا فين تقابلنا وفين نعرف بعض من قبل كذا. الرقم اللي تعرفوه 2010 انا قلت 2011 اول بس هي 2010 خلاص. بعدين ان شاء الله نقول لكم الموضوع والحكايه هذه قبل حتى ما نتخرج من الثانويه قبل ايام زمان ايام كنا بدون شنبات حتى. خلاص طيب نشوفكم. انا الحين برجع البيت. لا تسكرايب. فبس الحمد لله وصلت البيت الحين بريح. الطلعة كانت رهيبة. الايفنت رحنا ما سوينا الا نصه يعني اللي هي تجميع الستامبس. فان شاء الله المره الجايه انا اروح واجمعها كلها او نروح نتقابل مره ثانيه ونروح. ومقابله براء كان مره حماس. براء كذا في انرجي مو طبيعيه ان شاء الله كذا نشيط ويحمس الواحد. تحمسنا رحنا هنا ورحنا هنا ورحنا كم مكان فطرنا. بس المشكله في اليابان حاليا دحين كل شيء قفل بدري عشان في حالة طوارئ فما نقدر يعني
نطول برا، ودحين كمان رمضان الواحد ما يقدر يخرج من بدري، فيوصل علينا كذا نص اليوم يصير هو تعبان وعطشان وحالته حاله. فيعدوب احنا خارجين تقريبا قبل العصر على الساعة 3، والوقت مرة يمشي بسرعة. يعني المغرب الساعة 6:30 وكل شيء قفل على 8. ما رحنا إلا أكلنا كل شيء قفل. فنشوفكم مع طاهر الإديتر في نهاية الفيديو. مع السلامة. يجيكم طاهر بعدين. معاكم طاهر الإديتر، وشكرا لكم انكم وصلت لهذه الفترة من الفيديو عشان هذا آخر شيء في الفيديو. شكرا 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 لكم. وبس بطلب منكم طلب بسيط، إذا القناة حقتي تشوفها مرة عجبتك، ممكن تشوف أحد تاني تعجبه نفس الحاجات اللي تعجبك أنت أو قناتي زي كده، فارسل لي إياها. وإذا عندك جروب أصحاب تعجبهم هذه الحاجات أو يعني تحسهم حيتحمسوا معاها، فارسل لهم إياها. خلي القناة تزيد وتساعدوني في الدعم ونوصل لناس أكثر. وشكرا شكرا لكم إنكم دائما موجودين، والناس دائما الرهيبين اللي موجودين لنهاية الفيديو. شكرا لكم واحد. وحاجة أخيرة، قناة براء حتكون موجودة في الوصف، وكمان في نهاية الفيديو حتكون جنب قناتي الشعارين جنب بعض، فاضغطوا عليها عشان تروحوا لقناة براء. وخلاص كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة. جاني